خير اللهم اجعله خير. ادور على الشامبو، الاقي لكم ايه؟ الشامبو بقى بكام؟ 1850. 1850. صعقه بقى، عارفين صدمه قلبي هتصبره وتفني يا ببلاوي، كنت خلاص بموت. ايه؟ وقال ايه يا فرحتي عاملين لي عليه خصم بقى ب 1000 جنيه؟ يا فرحتي، يا فرحتي بجد، ده انا قلت هضحي ب 500 جنيه تقولوا لي ب 1000 جنيه؟ لا حرام كتير عليا. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد وحلقه جديده في فنون موهبه. ما تنسوش لايك وشير للفيديو ده وفولو الصفحه بليز ومنشن تحت لاصحابكم في التعليقات. طبعا زي اي واحده في الحياه، اول ما بتعرف خبر انها حامل بتفرح جدا وبتبدا بقى انها ايه، تبقى الحياه بالنسبه لها وردي وانها عايزه تجيب لاولادها، دي احسن حاجه واحلى حاجه في الدنيا. فالحمد لله اول ما ربنا كرمني وعرفت ان انا حامل، بعدها بقى اول ما جيت اجيب حاجات البيبي وكده، دورت في المنتجات بقى بتاعه البيبي في كل حاجه. واما جيت عند الشامبو والحاجات اللي هو الكريم بتاع الدايبر والحاجات دي، لقيت شركه موستيلا. موستيلا من الماركات الحلوه جدا في حاجه الاطفال، طبعا لا خلاف عليها. الا الشامبو بس على حسب طبعا نوع الشعر، يعني في ناس بيمشي مع شعرهم تمام وفي ناس تقولك لا ده ما مشيش مع شعر ولادي، فده يبقى حسب طبيعه الشعر فمش تخصهم. حاجته كلها طبيعيه، حاجته كلها امنه للاطفال وحلوه جدا. فروحت جبت لها شامبو من دوت، وجبت لها كريم للدايبر، وجبت لها ازازه شامبو تانية صغيره تبقى عامله زي الكريم، زي الازازه دي كده، ماشي. وجبت لها شويه حاجات من عنده. بقيت استخدم بقى فيهم بقى ايه، خدت ازازه من عند حد من قرايبي، ازازه جونسون صغيره كده، عبيت لها فيها شويه من دي وخدتها معايا المستشفى. قلت لها ماما في ازازه الشامبو كانت غاليه، كنت جايباها دي في حدود ايه، من 200 وداخله على 300 او 300 وكسر، داخله على 400. تمام. دي قلت ايه خلاص بقى، لا دي غاليه، وبقوا يقولوا لي الناس اللي ولدت قبل يعني في بيقولوا خدوا ازازه الشامبو وما رجعوهاش، فخفت على ازازه الشامبو بتاعتي. قلت لا احط لهم شويه في الازازه بتاعي، في ازازه صغيره فاضيه، اتاخدت. وانا اخلي ايه كبيره عندي في البيت. عملت كده بالفعل وخليت دي عندي واستخدم فيها بقى. وبقيت استخدم بقى ببزغ بقى، عارفين اللي هو ايه، عند اي حد بره ومثلا في اي تسريب او اي حاجه، اخد شويه من الشامبو على الهدوم وادعكها واغسلها. مش عارفه عايزه اغسل ايدي شويه كده واغسلهم، عايزه اعمل لها اي حاجه بشويه من الشامبو بتاعها. كان بزغ اوفر وقتها، ماشي. بعد كده ايه، بدأت الم ايدي اول ما لقيته ايه ابتدى يخلص شوية. ابتديت الم ايدي شوية في استخدامه، بقيت اخليه لشعرها. بدأت ادخل معاها ايه ماركات تانية، سانوسان مش عارفة ايه كده. اجرب على شعرها الاقي احلى الصراحة. ماركة جبتها بالنسبة لبنتي في شعرها كانت موستيلا الصراحة، بتخلي شعرها كده حلوة وجميلة. ماشي. في ناس تانية يقولك لا موستيلا مش حلوة معانا خلاص، بس انا مع بنتي ده كان كويس. ابتديت بقى ايه اجيب سانوسان مش ماشي مع شعرها، مش عارفه اجيب نوع تاني مش ماشي مع شعرها، فقلت ايه اخلي ده لشعرها والتانيين اخليهم جنب ايدي برضو ايه للجسم بقى، هما للشعر عادي. فبقيت ماشيه على كده لحد اما ده الله يرحمه خلاص. قمت جات لي ماركه طلعت لي قدامي، بلانكي. بلانكي على فكره شركه محترمه جدا وطالعه بشكرهم في الفيديو ده عشان حصل موقف معايا. كانوا اولا عاملين عرض مش عارفه 3 عبوات تقريبا والرابعه هديه حاجه كده. فقلت ايه خلاص اجيب العرض، كنت عايزه اجيب لبنتي ولكذا حد تاني من قرايبنا هدايا يعني. فقلت ايه خلاص اجيب العرض دوت يبقى ايه 3 والرابعه هديه. فجبتهم والصراحة جولي على طول وذوق جدا في المعاملة وكل حاجة، وجايين لي التغليف كله كويس وكده. بس جت في واحدة مع الشحن لقيتها من هنا يعني مقطوعة قطعة صغيرة جدا وابتدت تنزل. بعت لهم قالوا لي هنبعت لك مندوب ويجيب لك واحده تانية وكده. قلت لهم ماشي تمام. فلقيت المندوب جه فعلا على طول برضو، وجي لقيته باعت لي بيديني ازازه، فبقول له ثانيه واحده اجيب لك اللي عندي. قال لي لا يا فندم انا ما بلغنيش ان انا استلم حاجه، اتبلغني ان انا اسلم بس. فلو كده انتي بعتلهم تاني وهم لو كده هيبعتولك مندوب. قلت لهم طيب تمام. قمت خلاص ورحت كلمتهم بقيت ابعت لهم. ردوا عليا برساله. الصراحه انا كنت الاول فهمت غلط، بيقولوا لي مش عارفه انت ما بعتيش او حاجه كده، فهمت غلط. فبعد كده لقيتهم بيقولوا لي احنا يعني ان هم سايبينها عشان هي مقطوعه وده غلط منهم ان هم يبعتوا حاجه زي كده، فهم اسفين وسابوها لي كمان. يعني هم سابوا لي ازازه شامبو، يعني بعتوا لي 5 بحق 3. سابوا لي واحده اللي هي المقطوعه دي سابوها لي خالص.
لانها كانت سليمه، يعني كانت مليانه، مش انها فضيت ولا كده خالص. هي كانت مقطوعه قطع صغيره وابتدت تنزل حبه صغيرين. فسابوها لي الصراحه. فهي شركه ذوق في التعامل بتاعها ومحترمه وحاجتها حلوه جدا. وكمان الشامبو بتاعهم او النوع دوت عندهم، يعني هو ده النوع اللي عندهم بتاع الشامبو ده. شامبو كونديشنر اللي هو بلسم وبادي ووش، يعني كمان شاور للجسم. ف حلو قوي. الملمس بتاعه تقيل، او السائل اللي جواه تقيل قوي، سمكه تقيل، حتى لما بتيجي تفكيه بالميه هو تقيل. فالنقطه منه بترجع كتير وكل حاجه، وحلو جدا وريحته حلوه. بس هي برضو رجعت ان مستلا هو افضل لشعر بنتي، يعني عشان جربته. ممكن لو ما كنتش جربت ده كان ده يبقى بالنسبه لي تحفه، بس انا عشان جربت دوت فهو بالنسبه لي تحفه. فانا اولا بشكر بلانكي جدا على الموقف دوت. المفروض كنت انزل لهم شكر من بدري، بس فعلا شكرا. وما يعرفوش على فكره بلوجر ولا فيديوهات، ولا يعرفوا ان انا هعمل فيديو ولا اي حاجه، تمام؟ بس طالعه بشكرهم على الموقف ده. نرجع تاني لموضوعنا. رجعت بقى ايه، ان مستلا افضل حاجه. وقلت خلاص، الازازه كانت مش عارفه ب 300 ولا 400 جنيه. قلت خلاص معلش ايه، هحاول بقى اجيب ازازه كمان. هي غاليه، ممكن كمان تكون غاليه وصلت ل 500 ولا حاجه. خلاص هجيبها وامسك ايدي فيها بقى، وان انا ما بزخش منها كده. وهي الصراحه برضو النقطه بترغي وكل الكلام ده. فقلت ايه، هستخدم نقطة. هي شعرها كله قد ايه ولا دماغها قد ايه، هستخدم لها نقطة منه في لشعرها بس. واخلي ايه للجسم، هستخدم اي نوع شامبو تاني. وهتوفر معايا، يعني دي قعدت معايا من ساعة ما اتولدت. هي ما شاء الله دلوقتي سنة وداخلة على ونص اهي. قعدت معايا هي والتانية حبة حلوين كده كل ده. فقلت ايه، لما اجيب واحدة بقى وما استخدمهاش الا لشعرها بس، هتوفر معايا بقى سنتين مثلا ولا حاجة، سنة ونص سنتين. فقلت خلاص تمام اعمل كده. ومش مهم 500 جنيه على مدار سنة ونص، كويس يلا مش مهم. عشان شعرها. اخش على الموقع، خير اللهم اجعله خير. وانا قاعده بقلب على الفيس كده، لقيت في امازون طالع لي من تحت حاجه في مستيلا، بس مش الشامبو، نوع تاني حاجه في الشركه يعني. فقلت خلاص اخش اشوف عندهم ايه اللي موجود عندهم في مستيلا، واشوف الشامبو بقى بكام. داخله قلت اطلب منهم، خير اللهم اجعله خير. ادور على الشامبو، الاقي لكم ايه الشامبو بقى بكام؟ 1850. 1850. صعقة بقى، عارفين صدمة قلبي هتصبره وتفني يا ببلاوي، كنت خلاص بموت. ايه؟ وقال ايه يا فرحتي عاملين لي عليه خصم بقى ب1000 جنيه. يا فرحتي، يا فرحتي بجد، ده انا قلت هضحي ب500 جنيه تقولوا لي ب1000 جنيه؟ لا حرام كتير عليا بجد. يا مستلا انا بطالبك من موقعي هذا ان انت ترخصي علينا الشامبو بجد. بجد من موقعي هذا. وبناشد بحس كل الامهات، اكيد كل الامهات بتعاني زينا. فعلا بامبرز، يعني مش هيبقى شامبو بامبرز لو سمحت. كفايه البامبرز لو سمحت، بعد اذنك رخصي شويه عشان نقدر نجيبك بعد اذنك. بس موقع هذا كنت بناشد مستلا. وما تنسوش لايك وشير الفيديو ده لو بتابعوني لحد هنا، وفولو الصفحة ومنشن للناس تحت في التعليقات. وحاولوا شيروا الفيديو ده كتير قوي عشان يوصل لهم ويسمعوا كلامي ويرخصوا علينا شوية الدنيا. يلا باي باي.